وقفنا عند قرار هنري لما قرر انه يطلق كاثرين عشان ما بتجيبش عيال ولاد. عايشين قلب الدنيا والدنيا قامت ما قعدتش، ولازم اطلقها ولازم يلاقي حل، ويلف يمين وشمال ويطلع فوق وتحت ويقول الجوازه دي كانت باطله والجوازه دي كانت محرمه اصلا، والبت يا عيني متهانه لان هو بيقول على جوازتهم باطله، يعني مع ان هي بتحلف قدام الناس كلها ان انا مراتك قدام ربنا، انا مراتك حلالك، انا ما عملتش حاجه غلط. لكن هو فضل محاكمات ويلف ويدور كل ده عشان هو عايز يطلقها عشان يتجوز واحده تانية. مين الواحده التانية بقى اللي هو قرر يتجوزها دي؟ كانت آن بولين، ودي كانت الخادمة الشخصية لكاثرين، واحدة منهم، وأم الملكة إليزابيث الأولى اللي كلنا عارفينها. كانت حرفيا البنت اللي بتخدمها او واحده من البنات اللي بتخدمها كانت وراها بتقابل الملك في السر. حق يقال ان هو اللي كان عايز كده، وهو اللي فضل وراها كتير وهي ما كانتش عارفه ترفض، يعني حاولت حتى مره انها تمشي برضو دي ما نفعتش، يعني هو برضو كان مصمم عليها معرفش ليه. ووقتها ما اعتقدش ان حد كان ينفع يرفض الملك. آن بولين كانت رافضة ان هي تبقى مسترس، وقالت لهنري يا تتجوزني يا مفيش. بعد ما بهدل كاثرين، بهدلها قدام الناس كلها وبهدلها وبهدل سمعتها ونفاها وبعد عنها بنتها ومنع ان هي تشوف بنتها ولا تزورها ولا ان بنتها تروح لها اصلا، اتجوز آن بولين وخلاها هي الملكة. الديانة في انجلترا كانت كاثوليك، فكان طلاق هنري محرم والبوب ما كانش موافق، فهنري غير ديانة انجلترا من كاثوليك لبروتستانت وعمل كنيسة انجلترا The Church of England، ونصب نفسه الرئيس بتاعها او الهيد بتاعها، يعني بقى هو الملك والبوب في نفس ذات الوقت، بحجة ان الملك امره من امر الله، او امره يعني منفذة. بس هو كل ده كان عشان يطلق كاثرين ويتجوز آن. الجدير بالذكر آن بولين ديانتها بروتستانت، وهنري فضل كاثوليكي لآخر يوم في عمره، بس لازال غير ديانة بلد بحالها عشان ربنا ما كانش رازقه بولد. آن بولين كانت دايما هي اللي بتساعده بقى في، يعني واحدة متكلمة، كانت سترونج اندبندنت وومن، كانت ذكية يعني، وده تقريبا اللي عجبه فيها انها ذكية ومتكلمة وليها رأيها وشخصيتها وكده. بس المشكلة ان دي ما نفعتهاش، لأنه في الآخر أعدمها. نفس اللي حصل مع كاثرين حصل معاها بالملي.